الحبايب عاملين ايه؟ نيويورك بتقول لك شكل عشان تعدي. شعار المرحلة الجاية، ونيويورك سيتي قربت ان هي تحاسبك على الهوا حرفيا يعني. في حاجة لطيفة جميلة جدا كده من امبارح، بعد مناقشات ومجادلات كتيرة مع حاكمية الولاية، تقول لا هوقف ولا مش هوقف وكده. فامبارح بدأت نيويورك سيتي اولا علت تسعيرة الكارتات بتاعت التانلز والحاجات اللي عليها تولز لنيويورك سيتي، يعني زي مثلا الميد تاون تانل والحاجات دي. الكباري كانت فيها كباري مجانية، زي ويليامسبرج بريدج، زي بروكلين بريدج، زي مانهاتن بريدج، زي كوينزبورو بريدج. الحاجات دي بقت بفلوس، بنتكلم في $9 غير $13 وقت الرش اور وغيره. وكمان بقى في ضريبة الازدحام جوه منهاتن، بتتكلم في $9 للعربيات العادية، وكل ما تكبر العربية يعني التراكس ليهم أسعار تانية وحاجات كده يعني. فشكل عشان تعدي، يعني لو واحد غلبان مثلا شغله مثلا في كوينز في لونج ايلاند سيتي، وعايش في جورج سيتي، يعني هيدفع مرتبه رايح جاي مثلا نص مرتبه، تلات ارباع مرتبه او اكتر، او ظروفه يعني تولات، tolls everywhere، عشان يطلع من بيته من جيرسي دي ويمشي في ترافيك وياخد بعد كده التانل مثلا ياخد مثلا لينكن تانل او هولاند تانل، هيدفع فلوس كويس. يدخل منهاتن هيدفع فلوس تانية بتاعت الازدحام. ياخد بقى بريدج، مثلا كان بيتعود ياخد بريدج ببلاش مثلا، بتاعت كوينزبورو بريدج، هيدفع فلوس تالت مرة كويس. وبعد كده وهو راجع هيدفع لو دخل البريدج هيدفع بيتكلم في $9 او 13، هو حظه حسب الرش اور او غيره. او هياخد الميد تاون تانل فيدفع اكتر، وبعدين يدفع ضريبه الازدحام، وبعد كده يرجع يمشي في ترافيك والازدحام طبعا اللي احنا عارفينه طبعا بتاع التانلز والكلام ده بتاع جيرسي. عشان يروح جيرسي يدفع له 50 $60 على الاقل كده. صباح الفل، صبح على نيويورك سيتي بنص مرتبك، تلات ارباع مرتبك، او جزء محترم من مرتبك كل يوم عشان تعدي. شكل عشان تعدي شعار المرحله الجايه. كل دوت عشان يطوروا الام تي اي، يطوروا شبكات السبواي والباصات وغيره. ماشي، بس كده لا، ده حتى التسعيرة بتاعت الباصات والسبواي زادت، بقت $3. مش عارف بصراحة يعني هما هيوصلوا لغاية فين. حقيقي يعني الواحد مشفق جدا على الناس اللي عايشة في نيويورك سيتي. يعني ربنا معاهم، حقيقي ربنا معاهم. الواحد دلوقتي مثلا بيروح كل فترة يعني نشوف أصحابنا، نشوف الحاجة بتاع يعني، نشوف الدنيا ونشوف الناس هناك، لان احنا عشنا فتره هناك. لكن مش عارف حقيقي يعني اللي يعيش في الكلام ده كل يوم موضوع صعب. فهتلاقي بقى كده ايه الناس هتستخدم ترانسبورتيشن، البابليك ترانسبورتيشن اكتر. هيرجعوا للمترو والسبواي اكتر، فيزداد فيهم الازدحام اكتر واكتر كويس. طبعا الناس عارفه قد ايه في ازدحام، خصوصا في وقت الراش اور في محطات السبواي وخطوط السبواي اللي طالعه وداخله من منهاتن في وقت راش اور. ومثلا الناس اللي كانت تاخد الباث ترين مثلا من جيرسي كل الحاجات دي هيزيد عليها الضغط. ف مش عارف، حقيقي مش عارف، ربنا يعين الناس. يعني اي حد ليه شغل مثلا هيعدي في منهاتن او هي جوه منهاتن او بتاع، هتبقى مشكله. بس ربنا معاه، لازم يتعايش. الناس اللي عندهم مثلا فود تراكس وحاجات كده وبيشتغلوا مثلا في السيتي، فهو مثلا ايه عنده مثلا الجراج بتاعه مثلا في كوينز، فكان بياخد الكوينز برو بريدج يطلع على البريدج، وممكن يقعد له بالساعتين على البريدج ويعاني ومش عارف ايه، بس عشان يروح ويجي وكده هيدفع فلوس مرتين كويس، مش مره واحده. هيدفع فلوس البريدج وهيدفع فلوس بتاعه الازدحام. ف حاجه صعبه. بيزودوا فلوس على الفلوس على الفلوس. الحياه بتزداد صعوبه وغلو في مدينه نيويورك. حقيقي قلوبنا مع الناس هناك وربنا معاهم. وتحية